اهلا بكم في كرشي الهوانم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل غرزه جديده، اتمنى يا رب انها تعجبكم. هستخدم خيط هيمالايا افاردي وهستخدم معاه ابره مقاس 4. هقول بسم الله وهبدا. الغرزه دي بعملها بمضاعفات العدد 9. بكمل السلسله بتاعتي. هنا خلصت السلاسل بتاعتي. السطر الجاي هرتفع 3 سلسله وهاجي في الغرزه الرابعه هشتغل عمود بلفة، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض. في كل غرزة عمود بلفة، 3 لفات على الإبرة، أول لفتين تاني لفتين، 3 لفات أول لفتين تاني لفتين. في كل غرزة عمود بلفة لحد آخر السطر. أنا هنا خلصت العواميد بتاعتي. السطر جاي أهم حاجة إن عدد العواميد لازم يكون مضاعفات العدد 9. هرتفع 2 سلسلة، هلف الشغل وهلف الخيط على الإبرة، هسيب أول عمود وفي العمود التاني هدخل أزق العمود كده وأطلع واشتغل عمود أمامي، ألف وأطلع من كل لفتين مع بعض. العمود التاني هدخل من جنب العمود أزق وأطلع، أدي العمود التاني. العمود اللي بعده خلي عمود فوق الإبرة، أدي العمود التالت. هشتغل بقى فوق كل عمود عمود أمامي، بدخل خلي العمود فوق الإبرة، أسحب الخيط وألف وأطلع من كل لفتين عشان يديني الشكل ده من الناحية التانية. هكمل السطر كله بنفس الطريقة. أنا هنا وصلت لآخر السطر، بعد فاضل العمود الأخير. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في الغرزة التانية أو التالتة، الغرزة التالتة اللي هي فوق، وهشتغل عمود بلفة. السطر الجاي هشتغل برضو 2 سلسلة، هلف الشغل، فزي ما انتوا شايفين هيبقى فيه السطر البارز. عشان السطر ده يبقى موجود تاني هضطر اشتغل هنا عمود خلفي، فباجي كده في العمود التاني بين الاول والتاني بدخل كده من ورا، يعني بدخل من ورا الشغل، ازق العمود واطلع، اسحب الخيط واشتغل عمود بلفة. العمود اللي عليه الدور بدخل كده من ورا ازق العمود واسحب الخيط، عمود خلفي، اسحب الخيط واشتغل عمود خلفي. عشان يديني نفس السطر ده تاني. هكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة كده. بلف الخيط على الإبرة الأول، أدخل خلي العمود من ورا كده واشتغل عمود خلفي. هكمل السطر كله بنفس الطريقة. وهنا وصلت لآخر السطر، وهاجي برضو في الغرزة الأخيرة في عمود الارتفاع اللي هما الغرزة التانية، لو احنا كنا ارتفعنا غرزتين هدخل كده في الغرزة واشتغل عمود بلفة. السطر الجاي هكرر 2 سلسلة برضو، هلف الشغل وهاجي اشتغله عواميد امامية. طالما العواميد دي بقت امامية هرجع برضو اشتغل كده في كل غرزة عمود امامي، ادخل كده من جنب العمود ازق واطلع، اخلي العمود فوق الابرة واطلع من كل لفتين مع بعض.
وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل اخر السطر. هنا وصلت لاخر السطر، برضو هاجي في الغرزة التانية من غرز الارتفاع وهشتغل عمود بلفة. السطر الجاي كده انا اشتغلت 4 سطور، 1 2 3 4. هرتفع 2 سلسلة، هلف الشغل، هلف الخيط على الابرة وهاجي هشتغل عواميد خلفية. هشتغل 8 عواميد بعمود الارتفاع، يعني ادي العمود التاني، التالت، الرابع، خمسة، ستة، سبعة، وادي العمود التاني. يبقى انا كده اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هجيب اي علامة او اي ماركر كده بس عشان الغرزة تتشد منكو، ولو جيتوا هنا بصيتوا ده اخر عمود انا اشتغلت فيه اهو. هسيب العمود اللي بعده، في العمود اللي بعديه هعلمه كده بأي حاجة. يبقى انا ده اخر عمود اشتغلت فيه، العمود اللي بعده هسيبه في العمود اللي بعديه. بعد كده هلف الخيط، ده العمود اللي بعديه على طول اهو. العمود ده ننزل كده لحد تحت اهو. العمود اهو اللي هو بعديه على طول، هاجي ادخل من جنب العمود كده. يبقى تاني ده العمود اللي هو بعديه على طول اللي قبل العلامة، ادي العمود اللي تحتيه وادي العمود اللي تحتيه وادي العمود اللي تحتيه. هاجي ادخل كده اسحب الخيط من وراه وهلف واطلع من اول حلقة بس. بعد كده الف واطلع من تاني حلقتين والف واطلع من تالت حلقتين زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ادي العمود اهو، عشان كده انا كنت معلماه، هشيله، هلف الخيط على الابرة وهرجع اشتغل عادي خالص عمود خلفي في العمود اللي انا كنت معلماه. هرجع بقى اكرر 8 عواميد تاني، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. وهنا برضو اشتغلنا 8 عواميد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هاجي برضو لو جينا كده من ورا، ده اخر عمود انا اشتغلت فيه، ادي العمود اللي بعده وده العمود اللي بعده كده اهو. برضو هاجي الف كده الخيط على الابرة، العمود اللي بعده المفروض اشتغل فيه اللي قبل العلامة اهو، تحتي العمود التاني، تحتي العمود اللي في السطر التاني، ودي اخر عمود تحت. فبروح جاية كده داخلة وسحبة
الخيط من ورا والف واطلع من اول حلقة، بعد كده تاني حلقتين، تالت حلقتين، وارجع تاني اشتغل 8 عواميد. ادي العمود اللي انا معلماه، زي ما قلت لكم انا بحطه عشان ما يخشش في الغرزة فما يبانش معاكم. ارجع تاني اكرر واشتغل 8 عواميد. تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. زي ما انتوا شايفين كده، وارجع اكرر تاني. بعد كده هنيجي تاني، ادي ده اخر عمود اهو اشتغلت فيه، هسيب العمود اللي بعده في العمود اللي بعديه، هرجع تاني الف كده الخيط على الابرة. ادي العمود، هنزل العمود اللي تحته اهو، واسحب الخيط من ورا، اطلع من اول حلقة، تاني حلقتين، تالت حلقتين. بعد كده هشيل العلامة بتاعتي وارجع بقى تاني اشتغل ال8 عواميد، وكده هوصل لنهاية السطر بتاعي. هكمل العواميد بتاعتي لحد اخر السطر، وهنا وصلت لاخر السطر، وهقفل برضو في العمود الاخير. والسطر الجاي بقى هبتدي اعيد، هرتفع 2 سلسلة، هلف الشغل وهبتدي اعيد نفس السطور اللي عندي. ده هيعتبر اول سطر، هشتغل 3 سطور تاني بعديها. فهرجع كده، ادي العمود، هشتغل عواميد امامية السطر كله، لحد لما اوصل لاخر السطر عندي. هنا وصلت لاخر السطر، وهرجع ارتفع وهشتغل، يبقى كده اول سطر، تاني سطر، يبقى هشتغل سطرين كمان، المرة دي بقى خلفي، وفي كل عمود بشتغل عمود. هخلص السطر ده واشتغل سطرين كمان، بعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا اشتغلت ال4 ادوار اهو، ده الدور اللي هو اللي بقى اللي عملنا منه القفلة، وعملنا 2 3 4. السطر الجاي هرتفع برضو 2 سلسلة، هلف الشغل، وهنا هشتغل 4 عواميد. هعتبر ده اول عمود، وادي العمود التاني، 3، وادي العمود الرابع. وبنفس الطريقة ده اخر عمود انا اشتغلت فيه، هسيب العمود اللي بعده في العمود اللي بعديه، هعلمه عشان ما يخشش معايا. هلف الخيط كده على الابرة، والعمود اللي بعده اللي هو العمود ده برضو هاجي تحتيه، ادي العمود اللي تحتيه، العمود اللي تحتيه، ادي العمود اللي تحتيه، هدخل كده واسحب الخيط، الف واطلع من اول حلقة، تاني حلقتين، تالت حلقتين. بعد كده
هرجع بقى اشتغل تاني 8 عواميد. 1 2 زي ما انتوا شايفين كده في الجنب، 3 4 ادي 5 6 7 8. هنيجي كده هنعد اهو من اول هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، وبنفس الطريقة هاجي برضو هسيب العمود اللي بعده في العمود اللي بعديه، معلش مش عايزة تثبت. اوكي بس كده هلف برضو الخيط على الابرة وهيجي العمود اللي بعده اهو، اهو اطلع من اول حلقة تاني حلقتين تالت حلقتين، وارجع اكمل تاني بنفس الطريقة 8 عواميد. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، سبعة تمانية، وارجع بقى تاني وارجع اكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر عندي. هنا وصلت لاخر السطر، برضو نفس الكلام. بعد ما اشتغلت التمن عواميد هلف كده الخيط على الابرة وادي العمود اللي جنبه، وهنزل كده اسحب الخيط اول حلقة تاني حلقتين تالت حلقتين. بعد كده عندي اخر 4 عواميد، هنرجع بقى اشتغل اخر 4 عواميد، وبترجعوا بقى تاني تعيدوا نفس الشغل تاني. يعني بنرجع تاني نشتغل ال4 سطور بتوعنا، ده اول سطر بشتغل عليه 3 وبرجع اعد 8 عواميد واقفل بنفس الطريقة. هشتغل فيها سطرين كمان واوريكم شكلها عامل ازاي. هنا اهو بعد ما اشتغلت كذا دور من الغرزة زي ما انتوا شايفين، وظهر الغرزة عادي خالص، تقدروا تشتغلوا فيها كذا دور. حلوة جدا كمان للشنط، حلوة للمفارش، تمشي رجالي وتمشي حريمي. اتمنى يا رب تكون الغرزة عجبتكم، واتمنى تكون الفكرة عجبتكم، واستنوني فيديوهات تاني ان شاء الله.